هذاك الاول اللي جاني في ديك ال7 ايام الاولى، هو تا هو كيقول لك انا ما اتفقناش على هذا الشيء، انا بغيت هذيك الاولى اللي جاتني في ديك ال7 ايام الاولى تكتشف اشنو فين كاين المشكل والخلل في مؤسسه الزواج. راه ماشي في الرجل وماشي في المراه، وانما في التصور اللي تيحملوا الراجل على الزواج. هو تيتخيل الزواج باللي راه المراه اللي غيتزوج بها بحال داك صاحبو عشيرو اللي كان كاري هو وياه، هي ما تزوفريت. صاحبك ما كتخاصمش معاه ملي كتكون كاري. انا كندوي على داك العشير كيف اللغه العربيه الفصحى، يعني داك اللي صاحبك الروح بالروح اللي تنقول. تيقول لك هذاك الله يعمر لي الدار، ما عمرني ما لقيت معاه مشكل، ونهار كيكون مشكل دغيا كنسويوه. بديتي تطبق على المراه ديالك نفس الخصائص اللي كانت عند صاحبك، هذاك سميتو صاحبك وهذيك سميتها مرتك. مرتك مختلفه عليك. احنا علاش جبنا القضيه ديال الليل والنهار؟ ملي غادي توعى باللي راه الطريقه باش المراه كتشوف الحياه راه مختلفه على الطريقه باش الراجل تيشوف الحياه، غيبداو ينقصوا عندك المشاكل. كتجي تشكي على صاحبك كتقول لي اصاحبي كلمه جوج كتقول لك خصنا نبدلوا الطلامه، شتا الفلوس كنولدهم. ملي قالت لك السيده خصنا نبدلوا الطلامط، راه ما تتقولش لك بالشرط قحب الفلوس دابا غنبدلوا الطلامط دابا، هي غير عبرات على واحد الاحساس جاه لداخل. انت في دماغك راه بغيتي تبدل الشراجم لان عندك واحد الشرجم تيتقرقب وكيبرزطك في النعاس. انت راه بغيتي تبدل الطوموبيل حيت وليتي كتصرف عليه اكثر ما كتصرف على الدار. انت راه بغيتي تبدل واحد البوله لان كل شويه كتحرق وكتضرب راسك وكتلقى الحسبه بلي كل سيمانه كتحط 5 دراهم ديال بوله جديده، ولكن ما عندكش فلوس. ولكن هذه المسائل الراجل عاده المشاكل ديالو ما تيجيش يعاودها. هذه التركيبه الراجل. المراه كيفاش كتفهمها؟ كتفهم بلي الامور كلها بخير والراجل راه عنده فليساتو وكرانت المشكل ما كاينش. فهي ملي كتقول عنده الفليسات، اجي نعبر ليه على شي حاجه انا مزعجاني، كتقول ليه اجي نبدلوا الطلامط. هي ملي كتقول لك نبدلوا الطلامط راه ما بغاتش تبدل الطلامط في ديك اللحظه، هي بغات دي وتجيب معاك في الهضره. هي بغات غير راجلها يدوي معاها ويقول لها راه القضيه مقصحه فلانه، وتقول لي اياه والله العظيم الله يسهل علينا وعليك وكذا. لا، هي بغات دي وتجيب معاك في الهضره. انت ملي كيكون عندك مشكل اش تدير؟ تتسد على راسك، وملي كيعيط لك صاحبك كتقول بلاتي خليتها من بعد بدلت ساعه اخرى الله يرضي عليك، المهم العشيه انا شويه المهم ما كرهتش نجي نجلس معكم نبدل على شويه الجو ولكن شويه مشغول. الراجل عاده اللي كيوقع عليه مشكل بحال الببوشه تيتكمش تيتخشى لداخل وتيسد عليه. هذه التركيبه ديال الراجل. وانت لاحظها ملي كتكون جاي داخل عيان ومقلق وطالع لك الدم وخدام الى اخره، تدخل البيت كيقول لك ولدك بابا هذا دار ليا، كتقول ليه في احسن الاحوال اش تقول ليه؟ كتقول لي بدلت ساعه اخرى الله يرضي عليك، الساعه ما غادي نسمع حتى حاجه. المراه لا، المراه ملي كتم جايه داخله والمشاكل والصداع والغوات في الزنقه الى اخره، ملي كتدخل كتقولش ما بغا نهضر مع حتى واحد، كتقول فوف 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 ما تشطاري في الدنيا هذه لطيفه. اش بغات؟ باغا تفضفض. المراه باغا تهضر، باغا تخوي، ما بغاتكش تلقى لها حل للمشكل ديالها. خلافا للرجل، الرجل ملي كيكون عنده مشكل ولا جبد معاك الراجل المشكل كن على يقين انه يبحث عن حل. ما بغاش كثرة الهضره، ما بغاش ديك عيبه والله يسهل عليك، ما بغاش الهضره يسمعها من عندك، هو بغى من عندك الى كاين امكانيه حل. المراه ملي كتجبد معاك المشكل راه ما تتقلبش على حل. المراه راه تلقى الحل ازمات الشرق الاوسط في قسمين ديال المكانه، وهي كتعجل الخبز تصاوب لهم حل في البلاصه لو بغاو يسمعوهم، ولكن ما كيتصنتوش لهم. المراه ملي كتجبد معاك الاشكال بغات ودن تسمع ليها في ديك اللحظه، فتصنت للمراه شي شويه رحم والديك، حيت الا ما تصنتيش ليها انت حنا نبداو نخلعوا فيكم شويه، حيت الا ما تصنتيش ليها انت عطى الله الودنين ديال الشياطين اللي مستعدين يتصنتوا لها. الا تصنتي انت لمرتك غتلقاو توافق والازمه غتبقى بيناتكم وما كاينش مشكل. الا ما تصنتيش ليها انت واعتبرنا المراه ديالك عفيفه وما غاداش تمشي تقلب على راجل اخر لا في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا في الخدمه اللي خدامها ولا في الفراشه ولا في حتى شي حاجه، المراه عفيفه ولكن غتقلب على ودن اخرى. هذيك الودن الاخرى اللي غتصنت لها تقدر تكون بنت مع عمرها ما تزوجات، التصور ديالها على الزواج غادي يعطيها حلول خاطئه. تقدر تكون السيده فايته مطلقه وعندها ازمه ولا عندها تصور على مؤسسه الزواج انها مؤسسه سوداء لا يرجى خيرها، فبمجرد ما نتايا المراه ديالك كتمشي تشكي على هذيك السيده
تتبدا تعطيها حلول باش تحطها في نفس الوضعيه ديالها باش تخرجها من مؤسسه الزواج. وتقدر تطيح في واحد السيده اللي بكل بساطه هزه في قلبها الشر على الرجاله، لانها ديما كتفكر باها كيفاش كان كيدخل السكران وتيدوز عليهم الحرير والمرير، اولا كيفاش باها كان كيقول لها دوزي تصلي وملي ما كتصليش تيجبد الكابلي وكيبقى يزرق لها في لحمها. فبالنسبه لها الرجاله شر مستطير. الا مرتك مشات تشكي عليها في نظرك شنو هي نوعيه الحلول اللي غادا تعطيها؟ فكيبدا يدخل هنا الشيطان. كتولي مرتك سمعاوها وحدين اخرين عطاوها مقترحات حلول، كتجي تبدا تطبق عليك انت داك الشيء ما تيعجبكش. الشيطان شنو خدام تيدير في هذه الحاله؟ خدام جالس تيزند في هذيك العافيه اللي شعلتيها انت. واضحه شويه القضيه ان شاء الله تعالى. اذا الا خدينا من هذه الجليسه هذه غير ديك النقطه ديال تصنت لمرتك، مساله اخرى في التصنات. نقول لك تصنت لمرتك راه ما تيعنيش انك شاد التيليكوموند وجالس كتفرج في الجزيره وهي تدوي وكتقول هذيك واش ديري باك راه هكاك داير اش نديروا العباد. تتي تعرف السيد راه بدلي هذا الموضوع تبقاي حاضيه هذا الشيء راه عاد مرضي والله بدلي الموضوع. هذا ماشي تصنات الشريف، هذا كتزيد الهم عن الغم. هذا ينفر زوجتك منك. ملي تجي عندك المرأة، ما كنقولش لك ديما، ولكن الراجل راه كلنا كيعرف قياس برادو. الراجل راه تيعرف الزوجه ديالو امتى كتكون القضيه عندها مقصحه وباغا تهضر. فملي تكون عندك الزوجه مقصحه وباغا تهضر في هذيك اللحظه، راه الجزيره الا وقع لك مشكل راه ما غاديش خبر عاجل فلان طاري ليه مشكل اجيو عاونوه، راه ما تعقلش عليك. طفي التلفازه ونوض ودير رجلك تحت منك فوق السداري ودور عندها الرادار ديالك دوروا كله عند المراه وقول لها خير ان شاء الله مرحبا ياك ما كاين باس بنتي ديالي اليوم شويه مغيره وراه هذا كذا وكذا شوف الحمد لله ملي تزوجت انا وياك وخطفتك من عندهم ممكن بقاو يبرزطوا لك فيا وهذا الزين بقى يتبرزط. هادشي ما مديور، هذا الزين ما مديورش التبرزيط. هذا اش بغات؟ بغى بالراد ديال اتاي، بغيتي اتاي لا واش بغيتي اتاي ونوضي عمري الله يرضي عليك ها ونضحك انا وياه ونقشبوا صافي ودازت القضيه. في هذيك اللحظه اش درتي انت؟ راه ما تصنتي لها، ما فرعتي راسك، ما جبتي لها مشاكل، ما والو، غير حسستيها باللي هذاك السيد اللي بالنسبه لها هو العالم كله ديالها راه في ذيك اللحظه راه اعطاها وقتها وتصنت لها. هذا الشيء اللي بغات منك المراه. راه التركيبه ديال المراه ابسط مما يتخيله الناس، يسيره، تركيبه يسيره جدا. وكون كانت التركيبه ديالها شويه معقده بحال الرجل لجعل الله عز وجل لها القوامه كما جعلها للرجل. فانت كتاخذ النقص العاطفي اللي كيكون ناقص عند الرجاله كتاخذ الكماله ديالو من المراه، حيت هما عندهم العاطفه زايده، وهي مبادئ القياده ديال البيت عندها ناقصه حيت العاطفه كتغلبها، فتتاخذ منك انت النقص اللي عندها من مبادئ القياده في البيت. وهكذا يتكامل الليل والنهار ويتكامل الذكر والانثى. هادو هما الاعمده اللي تتقوم عليهم التآلف ديال الموده. من بعد من الانسان الشيباني تيكبر والشيبانيه تتكبر والظهر تيبدا يقصح، احنا ما كاين لا رياضه ولا يحزن والله يغفر لنا، والوليدات الفريخات تبارك الله خرجوا من العش، كل واحد مشى دار العش ديالو، زعما كتظن باللي وليداتك هما اللي غيجي عندك تعكز عليهم باش يديوك للحمام. والله لا عقل عليك حد الا من رحم ربك وقليل ما هم. شكون اللي تتلقى في جنابك داروا لك الله عز وجل؟ تتلقى هذيك الشويبينيه اللي ضربت معاك هذاك الوقت، او لا الشويبينيه هي اللي طاحت، راه تتلقى هذاك الشويبيني هو اللي تيبقى معاها. داك الشيء علاش قال لك الله عز وجل وجعل بينكم موده، هي اللي كتكون في الفوره ديال الشباب. ومن بعد من الامور كيجي الفقر، يقدر يجي المرض، يقدر يجي الشيخوخه، ما كايناش الموده، على الاقل تيبقى البيت داخل تحت مظله الرحمه. هذه دوينا على سبب من الاسباب اللي نقدروا نوقفوا بها المؤسسه الزواج. اما الاسباب كثيره والموانع ضد هذه المساله هذه كثيره. راه مسلسل واحد يفرتك لك الرحمه كلها، مسلسل واحد والله يفرتك لك الرحمه كلها يصيفط للمحكمه.